بس هم في حاجه في الميديا هم ما يعرفوهاش. في الميديا هم في حاجه جامده جدا هم ما يعرفوهاش، ان اللي هم بيعملوه ده لصالح مش ضده. يعني انت لما بتيجي تنزل لي صور زي دي، ما الناس بتقعد تتكلم تقول عمرو مصطفى عمرو مصطفى عمرو مصطفى عمرو مصطفى. بيشهروك اكتر؟ طبعا. ده غباء. بس انا معجبه جدا بانك ردة فعلك الطبيعيه، يعني مثلا بدل ما تشوف صوره زي دي انا حاطها لك تتضايق، لا تضحك. طبعا بضحك. يعني قولي لي مش هضحك ليه؟ معجبه بروحك المرنه. في زعل ما بينك وما بين محمد حماقي بعد ما اديت له اغنيه احلى حاجه فيكي، اتنكر ليك اصل الصور دي نزلت في المجله بتاعته بتاعت المنتج بتاعه. طب هو ماله يا عيني؟ لا غلبان. لا هو ماله صحيح. نزلت في مجله المنتج بتاعه وشوشه. هو ماله؟ انا اصلا عملت الاغنيه دي عشان خاطر المنتج بتاعه مش عشان خاطره هو. يبقى فسالت من المنتج بتاعه. في حاجه واضحه. بس فخلاص انا سامحت كله، يعني حتى المنتج اتصالحنا وبعتين كل سنه وانت طيب لبعض واتصالحنا وخلاص. بس ما اتصالحتش مع حماقي. لا حماقي جميل، بس انا المشكله ان هي مش موضوع الصلح مع حماقي او لا. حماقي انا بحبه، انا بحب الناس كلها، بس هم بيأذوني قوي قوي والضغط بيبقى فظيع. يعني من حقي يا جماعه اطلع كابتن، من حقي اقول لا، من حقي. يعني ده انا تعبت في الاغاني اللي عملتها لهم. في ايه حماقي؟ عدم رد فعله. يعني انا بص، انا ما بحب حد قوي دايما هتلاقيني بتخانق مع اللي بحبه قوي. مش هتلاقي يعني اللي ما بتخانقش معاه قوي مش فارق معايا. بتخانق دايما مع اللي بيبقى عزيز عليا قوي، بحبه قوي. فلما بيحصل منه موقف بيبقى كبير بالنسبه لي. زعلت ان هو ما وقفش في وش المنتج؟ طبعا صاحب طبعا انا راجل وقفت معاك. انت جيت خدتني الساعه 3 بالليل من بيتي وانا نايم، تعالى اعمل لي اغنيه، رحت اعمل لك احلى حاجه فيكي. احنا مش عارفين ايه السبب ان في البوماتهم اسمه عمرو مصطفى مش موجود. اليسا ونانسي عجرم رافضين يتعاملوا معاك ليه؟ انا متضايق جدا، متضايق. ليه؟ ما حصلش ظروف طبعا، انا بحبهم جدا بس ما حصلش، مش فاضي، ما كنتش فاضي ساعتها. لا طلبوا مني شغل طبعا طلبوا شغل. اليسا جات لي مثلا في البوم قبل اللي فات، قبل عشالك، ونانسي اتقابلنا. بس ده انا لعلمك انا بحبهم جدا، بس ما كانش الوقت يعني. جات لك اليسا ايام اخرتها مع لا قبل، اللي بعديها عملت عايشالك. قبل عايشالك. اوكي. دلوقتي اكيد لما انت كنت مش فاضي هي ما رجعتلكش تاني، دلوقتي انت تتمنى انها ترجع لك تاني؟ اخليني دبلوماسي؟ لا قولي الحقيقه، لاني انا عارفه اليسا طالما خبطت على الباب مره. لا انا اقول لك على حاجه، انا مش مستني اي حد خالص، ولا مطرب. نانسي جات لك؟ نانسي دي جميله. بصي بقى، مش عايزين انا مش حرب لا في اليسا ولا نانسي. نانسي جات لك؟ نانسي جت، قعدت انا وجيجي مره قبل كده ونانسي. وليه ما اديتلهاش اغنيه طيب؟ ما جاتش الفرصه. في وقت هو الاغاني كده بتطلع، بعمل اغنيه دي مود وبدراسه للمطرب، وبتدرسي اصواته وبتدرسي عربه فين الحلوه وبتدرسي شخصيته وبتشوفي هو نفسيا عايش في ايه دلوقتي، هيقدر يغني لك اغنيه ايه. دي دراسات كيميائيه. اليسا ونانسي ما كانوش قادرين يغنوا لك في الوقت اللي جولك. اليسا ونانسي في بيروت، فما كانوش قريبين قوي مني ان احنا نقعد مع بعض وافهم شخصيتها عامله ازاي. يعني انا دايما كل المطربين اللي انا بشتغل معاهم اصحابي اصدقائي. ما ينفعش تدي لحد صوته حلو او احساسه حلو من غير ما جاتش الفرصه. نوال الزغبي في بيروت، رغم ده انت اديت. لا نوال الزغبي كانت قاعده في مصر هي وايلي، اما عملت لها حبيته سنين طوال، وعملت لها طول عمري بحلم يا غالي، وعملت لها سمعت حاجه لنانسي او اليسا وما عجبتهمش؟ لا ما سمعتهمش